بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ساقيت مليليث في الصربعة سي ذي مجالس إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للإمام الونشريسي. هذا هو المجلس الرابع. في هذا المجلس ذي ثمليليث بواسا نخدم القواعد الفقهية الكبرى، وقيد الموضوع بس لان تسنث من السباث مزواروث أن الإمام الونشريسي رحمه الله إذ يوث الطريقة يون المنهج تفتيتي تفصيلي، يعني يفصل تمثال مليح، يفصل تمثال مليح لدرجة أنه كما قال عنه العلماء الكتابجي من الكتب الجوامع، يعني سي المراجع الكبرى ريفيرونس تيم قرانين ذكوين يعنان أحرشاقي من القواعد الفقهية. خاطر القواعد الفقهية الكتب تصيقلان نهضرت في لسان تذويل النيعدان ثمليلين النيعدان، نهضرت في كتاب الفروق للإمام القرافي، نهضرت الأشباه والنظائر، نهضرت أما الكتب الفقهية كتب القواعد الفقهية ذي المذهب المالكي، أما ذي المذهب المدرسة الشافعية أو المدرسة الحنبلية أو المدرسة الحنفية. الكتاب يضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك الإمام الونشريسي مرجع كبير من جهتين. الجهة الأولى أنه استوعب جميع القواعد الفقهية في العبادات والمعاملات، يكل قواعد يشد الفقه القواعد الفقهية ما ذي العبادات ما ذي المعاملات اللات. الأمر والسين يخدم تفاصيل، أحيانا أن تديني في شكل قواعد، أحيانا في شكل أسئلة استفهامية. لذلك السجير أن خدم القواعد الكبرى ند لسببين. السبب الأول أن الإمام الونشريسي فصل كثيرا في القواعد الفقهية، أتصن لديتاي أتصن تفاصيل. نكوني القواعد بوسا درس بوسا هذا يغال شغل درس مرجعي من ريفيرونس مر الحكي غرزدات إن شاء الله من الميد نبذر قاعدة ذني ثقي أشرنا ثقي تعتبر قاعدة فقهية مندرجة تحت القواعد الكبرى التي شرحناها في المجلس الرابع. شغل ريفيرونس سؤال الغرس. إذن السبب الأول أن الإمام الونشريسي يخدم تفاصيل كثيرة قد ما الغرسنت القواعد. السبب الثاني اشتهر بين العلماء ما يسمى بالقواعد الفقهية الكبرى، هكذا تسمى القواعد الفقهية الكبرى. لا خمسة مش أطاس خمسة تسيقاذاكي إذ المراجع الكبرى ذي القواعد الفقهية. نزمر نتبع طريقة نظن نعود إليها أثناء الدرس، بل كنت نسيسينا مليح مي خير ثورة هذا سنتنفك يون الدرس يون المجلس أنت نسفهمي خمسة القواعد كي تيركيزين لي بيلي تيركيزين في مقرانين في اللاس كيف ننت القواعد الفقهية. أما نبذرد 700 نغ 1000 نغ 2000 قاعدة مرجعها إلى هذه القواعد كما سيأتي البيان. لذلك مجلس اليوم هو مجلس مرجعي. لما؟ لأنه يركز على بيان القواعد الفقهية الكبرى التي تندرج تحتها المئات أو الآلاف من القواعد الفقهية الصغرى. إذن فهو مجلس مرجعي. نبدأ أنفذ القاعدة الأولى.
الأمور بمقاصدها. تاقي سيدي مسلاين الأمور بمقاصدها. قاعدة ذكرنا أو أشرنا إليها فيما سبق، ولكن ساقي نحاول نعطي بعض التفاصيل المهمة. مردني الأمور، كلمة الأمور معنى لامر أما ذي العبادة أما ذي المعاملة. الأمور ندونيث نكوني نقار مسلاينا أكيني كل شيء فينا في النية، كل شيء فينا في النية. ولا ما كان الغاشا خدم التجارة انفستيسمون سيدي خدمة النية، خدمة النية خاطر باش ربي أدي فيك البركة. ارث النية أضروحني مذنا ضفضون خدمة النية، خاطر ما ولاش النية مزورة النية أدسنت الأمور نظام أكني استخدمض مشاكل يا أخي الزرم ياك وقلاضي الدونيث أضفضون الغاشي الورثة مثل النية الخير رباح أضفضون تريكا يمولا الإنسان أظفرح نياك وتغلث نياك وذهني نياك يمولاش النية أدكشم وين النظام أدكشم في حرشي أدكشم اللي كالكل الحسابات أدكشم الشك أين ثبضها وقيلا ولا ما تخدم تسقر هكذا ثم قرعة يصحي كيدوم كان الفلاني وقيلا عاش في خدم ديكس ذي النية. النية يجي ميلا والصفارة فنادم أذي السلوغي إيمانيس وليس ولاون بياض. لذلك النية لهذه من كل شيء. القراية تحوج النية، التجارة تحوج النية، فطون تركي حوج النية، الخدمة الصدقة تحوج النية، فالظل تحوج النية. والنية نؤكد على أنها تفيد أمرين اثنين. الأمر الأول تفيد الجزم والحزم والقطع. أدين خدمة النية خلاص ذاي قطع في زمد ديكس السنة غير أزكى أظم ذاي باش المدينة تقولي حسمت عزمت قررت. وتفيد التمييز، تفيد الحزم أو الحسم وتفيد التمييز. المقصود بالتمييز التمييز بين العبادات في حد ذاتها والتمييز بين العبادات والعادات من جهة أخرى. مثالين خفيفين. تمييز بين العبادات تمكن كن دني غاسني وظن من 4 بوث مثلا كلكم صايمين في 4. الحاج مثلا صايم النافلة، ممكن الأخ مثلا صايم كفارة، والآخر صايم نذر، والآخر صايم قضاء. هاو 4 يعني صايمين ولكن الله أعلم بالنيات وأنتم أعلم بنياتكم. واحد صام نذرا يصام ذي النذر يوعد سيدي ربي نذر ما يضرى كذا وكذا يصوم أثني يصام ويظن ظن ذي النافلة ويظن ظن كفارة يمين مثلا كفارة يمين ويظن ظن ذي القضاء يتشاي ونواس ديال رمضان أثي غرم يتشاف بعذر أثي غرم. ما الذي ميز بين هؤلاء الصائمين؟ النية تفيد التمييز، وتفيد التمييز أيضا بين العبادات والمعاملات. مدينة ثقيل الصيام ذي المثالة الحجة حج 5 يوني حج ديمانيس يوني حج ذي يرقع ذي الإعادة سين حجنا مزور هاتي خصوصا سعي وذا غثرقع ويضا دي حجي باباس ويضا يوم داكوليس ويضا يماس ويضا كل يوم يدي حج. الذي ميز بينكم حج واحد درتو كاع الطواف درتو كاع السعي درتو كيف وقوف بعرفات إلى آخره، ولكن العبرة بالنية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
الفرق بين العبادات والمعاملات: تتوضا تغسل بنية الوضوء، تغسل بنية الطهارة. تبغى تزيد ضيمانك عادي، ممكن تغسل أعضاء اسمها الأعضاء القرآنية، الأعضاء كما هي مرتبة في الوضوء، ولكن أنت لا تقصد الوضوء، تقصد الطهارة، والآخر يقصد الوضوء. ما الذي ميز بين العادة اللي هي تزدي والغسل ولا الغسل يوميا وكذا اللي هي عادة، ولكن النية تميز بين العبادة والعادة. إذن هذه قاعدة مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام ينادي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الأصل أو الدليل القاعدة، دليل القاعدة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هناك بعض العلماء يسموها الأعمال بالنيات تكور، يعني يصوغ القاعدة استنباطا من الحديث، ودي قرأ الأمور بمقاصدها. لا، دي وسيل الحديث الأعمال بالنيات، وهي صياغة صحيحة سليمة مستنبطة من متن الحديث، الأعمال بالنيات. ولكن القاعدة يجي كبرى في شمذم كل شيء. ساعة القواعد الفقهية الصغيرة التي تندرج تحتها، منها قاعدة لا ثواب إلا بنية، اعتمادا على قوله تعالى: والله عنده حسن الثواب، يدرسل في سورة آل عمران الآية 195: والله عنده حسن الثواب. قاعدة مشتركة اسمها لا ثواب إلا بنية. وفي صيغ أخرى: الثواب بقدر النية. ما شاء الله، الثواب يعني الأجر بقدر النية. زرم ينادي فيك 100,000، ينادي فيك 100,000 صدقة، مي والله النية هي تفرقه الأجر، هذا الميزان عند الله. لذلك يقول لك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. سبحان النية واعرة. يزمر ينادي يخدم الخدمة مشطوح، ولكن سنية نيك ساعة تجهد تقوى السيف كان بلا جور ذا مقران أذ زاي الميزان الحسنات ينس سلاجر ذا شو السبة إيمي قسعى النية تجهد لله وحده. الإخلاص والخلاص في الإخلاص، السلاك ذي الإخلاص. إنما الأعمال بالنيات. لذلك القاعدة: الثواب بقدر النية، أو لا ثواب إلا بنية. من هنا لا بد من تثبيت النية قبل بدء العمل. هو عرفك وسهلة قبل الذي يبذل بنادم الخدمة إلى قثير وذم ربي. خطر من أدلة هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء لله. يروى أن أحد هو تنسب إلى الحسن البصري رحمه الله، إنك في جنازة أحد كبراء القوم يوسلم قرانا ذي القوم، إذا رحنا للجنازة ثلاث ديمارين كنت وسيقلس العقل نسي الله إني يسخطي بغير الثبت غنية يوثورة خاطر وليو شوية البداية شغل. كان ديون ذيك الليل تروح ورا، كان ديون كان كمسلم عادي مادام ذي الفلاني عقد يصد باش السلم كان عبد أم قرآن ذيك مقرانا لا مش تحص الدواء ربي سوى النوز سي ربي سبحان الله. إن يسن جثيي الثبثغ نيينو هذا الصرصوغ نيينو أي غار
باش ما يبذو ثيكلي الخطوات كلها تحسب. ماشي ما يلحق 60 متر راي كوريجي نيانينس لا بوسول جي بي اس. يا اخي لا جي بي اس تخدم ضامون قباص دي مريض لا ولا شي كيروي كل تخدم جي بي اس انت تروحوا اكدي شحال كيلومتر راه شوف فريد اكدي اختيار فريد جي بي اس كاين النيه نسيدا مزوارو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اغيفك ربي يكون يقرزن ان شاء الله باش تسيلي يكون يخدم بنادم هذه لوجه الله تعالى. وتعرفوا الاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه هذاك اول من تسعر به النار والعياذ خلال المجاهد العالم الجواد يوار الحال يوار الحال. اما ذا مجاهدني اما ذا العالمني اما ذا الجوادني المتبرع المتصدق. نسال الله العفو والعافيه. لذلك الزوار ديال القاعده خاطر هي قاعده كبرى وتستاهل باش تسيلي قاعده كبرى ورقم واحد. قاعده كبرى ورقم واحد في غادي مدينة ربي والله عنده حسن الثواب. ويضغطوا له وما داوي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثنا الذي يعمل بعمل اهل الجنه وبعدين يعمل بعمل وقد غطوا له خاطر الشماضه ديالنا هذه يغزي فوال يكتفي بهذا خاطر مازال قواعد النظام صافي. إذن القاعدة الكبرى الفقهية الأمور بمقاصدها ذكرنا أدلتها منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. منها قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبعدين تحت هذه القاعدة الكبرى تندرج قواعد صغرى فقهية كثيرة منها قاعدة لا ثواب إلا بنية أو قاعدة الثواب بقدر النية. الثواب بقدر النية ذاكي من تطبيقات تخدم دغ العلماء إليك لا سمح الله حينما يكون ابتلاء يا أخي ربي وبشر الصابرين ولكن لازم تتدخل النية. أو ربي قال في سورة البقرة في الآيتين الآية 155 156 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مسفهان يلا ثم واحد التطبيق يلا التطبيق مرا درزو فينا ديرزون مخلف الغاشي زيه قرني مغارن ما درزو المصيبة ويصبر ويقبر. أمين يصبرنا من يقبرن وزميرنا راه درنا القضاء والقدر. أمعنا وين يصبرن يبوي لاجر وين يقبرن وريسعى لاجر ولا ما يندخل في ذلك السيضكيني آمنا بالله قدر الله وما شاء فعل مرحبا ستك الشي ربي ذاكي بلسان وهنا أي غردي في الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى كي ديال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ميد فذرنا كل علماء القواعد كي ناند حاجة شو درنا ناند الأجر بقدر الصبر هذا ولكن وثي زران ربي خاطر نشتاقي ولا ربي زران يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى. الأجر بقدر الصبر أكني قلا الصبر إقلا لاجر عقال ان انت وشولت ثوا شولتيت مي لاجر مخلفا وين يبغانا ذيوي لاجر اكثر ذي الصبر اكثر. لذلك الشافعي الله يرضى عليه سئل عن واجب وأوجب وعن صعب وأصعب. القصة معروفة إناس من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب والدهر في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس عنه أعجب. المدينة والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب.
يفرسيد تدز فرس. يناد الصبر في النائبات باش يوناد يصبر ذي الوقت المصيبة يصعب يوعار نمسفهام ودينا لا يسهل الدي قار يصعب خاطر يسمي سيدا واليس المصيبة وربي كيس يسمى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يلا يناد والصبر في النائبات صعب ممشي سيكمل ولكن فوات الثواب أصعب. يوارد الصبر ذي المصيبة لا سمح الله ولكن يقوارنا أكثر ما يروحك لا جر يعني فقدان الأجر مصيبة أكبر. وقادي توالي من الأخيرة خاطر ما يتوالي بعد مكان زاد ساكن يا حسرة تيخرج بردغوليو أذبرد السيو ذيني مقار زيك ليست النائحة كالثكلى زيك تواند النساء يديروا النائحات باش هاد الشبحن الجنازة باش تفان شغل الجنازة ديك سي مطاون يا خاكا ذيك الحزن يوضنا غير الشرع يحرم يسميس ديني الزرام يحرمي مرحبا يمطاون الهان وكي قرناك الحق نتاسع قرناك مطرع ذا سوث سي نورمال لا بدا ذي حزن ذي يرو نورمال ولكن ماشي غابات ما ذي الجذب غادي يفغ العقل غادي يتعقل غادي يتسوغو خاطي ذين ميكنا ليست النائحة كالثكلى الثكلى وما يروح وين عزيزا ناثين عزيزا وحزن داخليس نتاع الصح وقرنس قبايلي ذو الزون تاسا شبي ربي ولاش لا لونغ يدي هضر في مسالتها كم قبايلي والزون تاسا ان شاء الله هذه بعد ربي يكفل لنا والزون تاسا. اذا هذه القاعده الذهبيه تندرج تحتها جمله من القواعد ذكرنا هذه القاعده. قاعده اخرى العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. قال شم ذي العقود أقرأ ذي العقود العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. للألفاظ والمباني مثال 20 مثال 70 مثال 1000 مثال ذي المعاملات نطبق القاعدة ياك تفكر بعض الأمثلة. يلا نبذو كاسوين السنة نمدن أكين الفلاني يفكي السوا يضرب الحفوس نسينا يسلم الحفوس هذه ألفاظ ولكن يدخل تشرشوا صافي. العبرة هنا للمعنى لا للمبنى خاطر لو كانت سؤال المبنى شو لانديس إناس فكيد من الحفوس وين البروبليم نورمال إناس فكيد القهوينو كيس قارن القهوة فكاس الحقيس وين يتسازل جراسن يسميس دلال الخير نسي اسميس الرائش إلا المرتشي إلا الراشي يوني يفكا يوني طف وين إلا لكن جراسن إناس فكيد كان سيني مليارا نكيني دلال الخير نكيني دلال الخير باش ثنياوي وايض باش اذفرون لي زافير اذفرون باش كان ننظر باللي لا لا خرط هذا سميتي خاطر ثورة ما إلا يونو يوقع ربي هذه يخدم الحيلة كود ربي سبحانه وتوخذ من الحيل وما زالت توخذ من عادي فيزافي لا لوا ما تحكموش قانونيا يخدم حصانة قانونية محكمة أمانة ربي يزرى في ذات باللي الشيني ذي الرشوة يوني يفكر رشوة يوني طفيت وين كني لان جرسان
اسمي الرائش ولا ما يسمى إيمانيس دلال الخير. إذن العبرة ماشي للمباني للمقاصد والمعاني. ها ثنتفرع أدنو غير سين النظام سين خدم العقد هضرن أوال النظام، ولكن ذي الحقيقة هو عقد استصناع، وإن كانت الصيغة ليس فيها لفظ استصناع، ولكن هو عقد استصناع. ممكن خذ من عقد السلم وإن لم يذكروا كلمة السلم، وإن ذكروا كلمة السلف. كلمة السلف تفيد معنى القرض، سلف لي نسلف لك، سلفة هذه هي، سلف له سلف لي، سلفة. قرض معناه علاقة مديونية، معنى عقد دين. الدين نطبق فلاس قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نقول لك راك غلطان، المقصود هنا ماشي عقد القرض، هو عقد السلم، صيغة شرعية جائزة تماما. استناد خدميد أويد السلعة يصفها لك في الذمة، وصف الذمة. هي لم توجد، ما هيش موجودة في الحال، ولكن ستوجد في المآل. تسبيق الثمن مع تأجيل المثمن، هذا هو تعريف عقد السلم. تعجيل الثمن مع تأجيل المثمن. السنضيون زنزية طوموبيل الأوصاف الآتية ولا شي تسيري فاس النساء نتسا استفكضي ذي من وذي روحك تيديار سمحتي المعاملات اللي غاون في كنتني عندنا ادو غير غرسنت، ولكن ماشي ثوره فتسكر كانك لي غروند ليني لي زاكسي مقرانا لي ديتاي ماشي درك خاطر غير باش ما نميز زياره سنتي قنتني السين. لكن عقد الاستصناع تيصير عقد السلم كيف عقد المضاربه، عقد القراض اللي هو عقد المضاربه، وان كان الماده اللغويه هي من القرض. عقد القراض هو عقد المضاربه ماشي عقد القرض. القرض دار الطال، القراض ظل المضاربه. وكذلك الشمغ لي ديفينيسيون تيكا ذاكي ذا غادي تشغل وقت طاس صافي نفضل نتنشكانك المزارعه المساقات هذا وظيون هذه يبدد في حيرتي يبدد يسقي الاشجار يهذبها انطلاقا وكذا. وكي عقد، اما عقد المزارعه هو عقد المغارسه، مثل المزارعه ذي النظام الزراعه في غد. كل هذه العقود سنشير اليها في حلقه من الحلقات. ما نناوض القواعد الفقهيه إذ يبي الامام الونشاريسي في مجال البيوع، في مجال المعاوضات. ذينا أثنتيد نشرح على الأقل في حلقتين طويلتين باش تنسين هذه الصيغ. المهم كيف كديني القاعدة يجي: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ في المباني، لا للألفاظ والمباني. معنى أن مقل لو كونتوني، أن مقل المضمون هو الذي نبني عليه الأحكام. خطر مثلا الصيغيون سمحيي فكي غاك ثا حانوت ذا شوكولا كولا يدفكض 50 مليون 4 مليون 7 مليون 10 مليون فكي غاك من بعد غاس تكشيد النيض مي مادام النيض الثمن يغال عقد الإيجار
نطبق على هذا العقد أحكام الإيجار لا أحكام الهبة. بعد كيف نصنفه؟ نخدم التكييف، اسمه التكييف دي لا تيرمينولوجي، التكييف الشرعي. أكيني إن هذا العقد عملا بهذه القاعدة وبالنظر إلى المضمون فإن هذا العقد يعد عقد على منافع، فهو من عقود المعاوضات لا من عقود التبرعات، وهو من عقود المنافع، لأن هذا العقد لا يفيد تمليك الرقبة أو تمليك الذات كما يقول السادة المالكية. تمليك الذات خاطر كي يتكلموا عن عقد الهبة يقول لك تمليك الذات من غير عوض. كلمة الذات معناه تمليك الرقبة، تمليك الرقبة، لأن عقد الهبة لا دوناسيون هو عقد ناقل للملكية. نمسفها أم كي تشوف غير جوج مواياكي باسكو ثوار القاعدة ياكي وكيد الشغل الفقيه هذا الشغل القاضي لو جوج ما راه يجوجي اون افير ثالث إذا قال يستولى كل القواعد كذا ست باش يحكم ست شرعيث مفهوم ماشي كذا هو الحكم الشريعة لا القواعد خلينا نقول تكلتني عدن وأؤكد بالقواعد الفقهية يحتاج إليها المفتي ويحتاج إليها القاضي ويحتاج إليها الحاكم في حكمه ويحتاج إليها المستثمر ويحتاج إليها التاجر وإلى غير ذلك. إذن مرسني وهبتك كذا وكذا بلغة الهبة، ولكن إذا كان جاب المال مقابل يخرج من عقود التبرعات ويدخل في عقود المعاوضات. فإذا كان ممكن في المعاوضات يا إما نديروا في مجال البيوع إما ندخلوه في العقود على المنافع، لأن عقد العارية وعقد الإجارة وغيرها من العقود هذه العقود تسمى عقود على منافع. لماذا؟ لأن لا تفيد نقل الذوات أو نقل الرقبة. صبروا عليا يوناشين ذا أعرتك أسيني أعرتك أرض الغاش أعرتك هذه الشاحنة أعرتك هذه الشاحنة، ولكن لازم دير لي تسبيق لمدة شهر، لازم دير لي تسبيق نتاع سمانة، لأنه اللي نقل البضائع مثلا نفهموا باللي ذاكي ماشي معنى الإعارة معناتها ذي الإجارة، يعني أجرته السكراضة سكاميون السكراضة سكاميون وستفكي ضارة وستزنزضارة وستفدل ضارة أمعنى ذا سكروت السكراض غاسو لما استخدم كلمة أعرتك. حتى في العقود مثلا دي موضوع الزواج سيني فكي غاك يلي إمي أكي قارن يعني، ولكن هو المرضو بذلك الزواج بلا ما تزوجتك ابنتي هكذا. إذن لذلك تدخل الأعراف في ضبط الدلالات. لو كان نقول لك تقول واحد سيديني عندي زوج ولاد واربع بنات، من حيث العرف عنده الحق، من حيث اللغة ما عندوش الحق. يقرأ عندي زوج ولاد واربع بنات، هي نورمالمون يقول عندي 6 ولاد، من بعد يفصل يقول لك زوج أبناء وأربع بنات. ولكن علاش فهمنا؟ لأنه العرف هو اللي يعطى المعنى. أصبح العرف اسم العرف القولي، الأعراف القولية، يعني اتفق عليها الناس فاستوعبوا مقاصدها ومعانيها وتمالؤوا على ذلك، متفقين دايما صح ولا ماشي صح؟ فبالتالي الدليل ربي يوصيكم الله في أولادكم دريانون، من بعد يفصل للذكر مثل حظ الأنثيين. صافي كاين الذكر اسم الابن الرجل أقشيش، إلا الأنثى اللي هي الأنثى ثقشيش، الذكر والأنثى وهكذا. يلا
طيب ثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير، ثقي قاعدة كلية فقهية كبرى، هي قاعدة مرجعية، قاعدة مرجعية. أذكر إخواني ببعض الأدلة، خاطر أشار القاعدة فيما سبق. فاش يثبنا القاعدة كان سيدك 19 الأدلة ذي القرآن ولا ذي السنة. ذي القرآن مدينا ربي سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قاعدة آية في سورة البقرة الآية 185. وكذلك ربي ند في سورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال الله تعالى في سورة الحج الآية 78 وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. وقال في رواية أخرى يسرا ولا تعسرا. وثبت عنه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن وتأتي القواعد تص ما دام الأمر كذلك زغت فضل القاعدة كي خلينا ومتكلتني عدان ونأكد باللي القواعد الفقهية خلاصة النصوص الشرعية. وريبا شد وضع 20 أو 30 نص بين الآيات والأحاديث، هذا وضع قاعدة مشطوح، قاعدة فقهية صغيرة هكا، قاعدة عامة ومجردة. إذن ثقين زرات فرد نغال ما هي القواعد الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة الفقهية الكبرى؟ قواعد كثيرة منها. قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، ميث ضيق أتوسع، وإن شاء الله يا ربي إن مع العسر يسر. إن شاء الله أوراك تعسر ذي نغيك إن شاء الله ثوين يعاشن ذي الطيق ربت سيسفسس فلاس أتعيو الشدة ودقري ثلوث. إذا ضاق الأمر اتسع، ولكن إذا اتسع ضاق. هذه القاعدة المقابلة، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. قبل أن نذكر بعض التطبيقات نرجع إلى ما هي المشاقة المعتبرة شرعا باش دينيض أقلي ذي المشقة باش تسترض لي فاضر تحفظ الرخص ذي الظليث فهالكيض والزميضات تزلد سيفدي زال سيغيمي هذا واحد. القاعدة تساقي الحرج مرفوع، إذا ضاق الأمر اتسع يمكن زمي غارة، مادام زمي غارة نروح اللي ساعة ذا شو ذي ساعة الزل سيغيمي والزميضار سيغيمي الزال في يديس أيفوس أور الزميضار يديس الظلماض أورث الزميضار تينكنيث أورث الزميضار كيف عبوضي جوز نتاعو أورث الزميضار ولو كان بالإشارة سوالني بالإيماء إيش حاله. إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، ولكن إذا اتسع ضاق ميك دوغال في الزمرتيك أبدأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما، القيام ركن في حق القادر عليه. ويخلنا تمساتك ميم وينون زميرارا يزمر ذي فد كالك سكوند إلا قد يفد أدين الله أكبر من بعد ذي قيم ماشي كاين يسيغ ليرني ديسكال ضغات سيوث كان تيغيميث ديريكت نو أمك يلحق فضاريس ما شاء الله ميض تزاريت هذه قيم ديريكت وتسغيم على ديريكت أخطر. القيام ركن وتكبيرة الإحرام ركن والقيام لها ركن. إذا القيام لتكبيرة الإحرام ركن. بعدما تقول تكبيرة الإحرام لا تستطيع أجلس. إذا ضاق الأمر اتسع، ولكنه إذا اتسع ضاق. باش نذكر بعض التوضيحات. أولا ذكرتني عدنا بارك الله فيك ند القاعدة أني الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة فقهية ذهبية. الزمرضة تبدض الشويط قيس ديني الله أكبر
إلى قاثي دينث يرنثن بيد القاعدة النظنة تقويها. أما من المتسعض العذر إذا غاسن تصرح ضياك أثن توي ضياك لا ذي الحج كاين اللي يعتمد على القاعدة كاين صاحب عذر إذا غطفض وري خدم وري تسيلي ذي مينا أصلا وري رجم لو كانت ورا غادي يرجم اليوم الأول اليوم الثاني، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. معليش ثقي يرجم في اليوم ال11 ويوم 12 من ذي الحجة، ولكن ستفض اللي كان الشطاح أذغى ما يرجم أذي وكل وياض وما يكونش حتى في منن أدي يروح لمكة أسيستالي ذينا أكيني كيني سيغ العذر. الاختفاء وراء العذر لتبرير الرخص بلا مسوغ شرعي يعرض العبادات للبطلان، فهي تحت طائلة الإبطال أو البطلان، معني زمر أتبطل تظل ثيس. لذلك ماذا صدغ الفقاد في كذا الفتوى السنضيون تظل ثقين الصحة خاطر نكون نحكم بالصحة والبطلان. أما القبول عند الله ضرب يقبل الدعاء معليش لكن الله يتقبل، ولكن نكوني نسعى الصحة والبطلان. هل هذا العمل صحيح أي موافق للشريعة مشروع أم لا؟ أما الباقي ذينا تحكمه النية نزور ذي موضوع الأمور بمقاصدها ولا ثواب إلا بنية، والقواعد اسمعتها. إذا ضاق الأمر اتسع قاعدة، إذا ضاق وإذا اتسع ضاق. ثلاث قاعدة النظام نغاش ما هي المشاق فهذا نبذل المشاق أنزور ذي الهلاك هذه شفور بيكون موضان المرض تزمرت الله غالب. إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. ربي دي ساكن تزمرت ما يكستزمرت يون أذي استخفف فلاس أذي استخفف فلاس يوزام يوضن ذيج هكا بعدين فعدة من أيام أخر أوريز ميرارا يدير الطواف في ضارنيس يطوف راكبا يجوز محمولا على أكتاف الناس وإن كان هذا زمان وهكذا وهكذا. فبالتالي إذن الهلاك المرض، ودائما نستحضر هذه القواعد لترافقنا. هذه القواعد لن تيذنا إلى العذر الثاني اللي هو السفر. أيضا السفر وأنت تصلي داخل الطائرة تسقط عنك القبلة فقيت الشم ذي تخفيف الإسقاط تسقط عنك القبلة، لست مطالبا بالاتجاه إلى القبلة. ما تشيد الشرط باش تزرد القبلة خاطر الزمير ضر أقلك ذي لافيون أنت ثر لافيون ثرة الشيء يخدم النية الأمور بمقاصدها يا أخي ربي فثم وجه الله والصلاة صحيحة ولا تعاد لأنك دخلت في الطاعة بوجه مشروع. مفهوم؟ وين إلا ذي الصحراء نغذ ثوث تروح القبلة ماشي شرط يجتهد في تحصيلها ثم يصلي إلى أي جهة كانت صافي السفر. ثم يسعيك تخفيفاتني تخفيف التقديم اللي هي صلاة الظهر مع العصر، تصلي العصر في وقت الظهر في أول الظهر تصليهم بجمعا وقصرا، الظهر إلى وقت العصر جمع التأخير قصرا، المغرب والعشاء إلى آخر ما تعلمون. في كذا كلها الرخص الشرعية بسبب السفر. طيب إلى العذر النظام الإكراه، أنت مكره وجدت نفسك في حالة من الإكراه الملجئ يسقط عنك حتى الوضوء، تولي في حكم فاقد الطهورين تصلي من الوضوء، أنت مكره مربوط ولا راك يعني راك مكره على قول شيء
أدين كلام أنت لا ترضاه وقلبه مطمئن إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيرفع الإثم، يرفع الإثم لما؟ لوجود الإكراه، ويرفع الإثم ويرفع اللوم ويرفع كلش. أيضا عذر آخر اللي هو النسيان تثلث. ومن الأدلة الدالة على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن الإكراه عذر والنسيان عذر، تثلث يتسو ورفع الإثم عنه. كذلك الجهل، وإن كان لازم تفصيل. مثلا أدنوي موضوع الجهل في المعاملات الربوية. المعاملات الربوية لو كان يكون استقصي غاية مثلا أكون ديني غنوال ردفير 30 سنة 40 سنة ردفير، الناس ما يهضروش على موضوع الربا ياكي لي بونك لي زانتيري بونكير عادي يسعد ريبنا ندير البنكة وخلاص، ديال البنكة سدود وخلاص. مع الوقت وغنلغاش السقساين وغنسيسين نتنادين حثورة الغاشي عموما زران باللي الفوائد لي زانتيري بونكير الحرام، لي زانتيري بونكير الحرام، انتهى الأمر يكفى هو. وهو الرأي الذي تدعمه النصوص الشرعية والأدلة العقلية والبراهين العلمية. الربا حرام سبب ربي ند وأحل الله البيع وحرم الربا. هام شكل تورا اللي زانتيريني وني جان عادي تجاضي صوردين داخل الراس المالينك لي زانتيري مثل تتجفضض أثن تفكض الفقراء والمساكين والمصلحة العامة والمنفعة العامة. والسلام عليكم. وعليكم السلام. إما إلي ونجال أكل أموال الربا جهلا ورفقرا جهلا لأنه يجهل الحكم الشرعي. إنه يك الجهل ذاكي صحيح لا يعذر أحد بالجهل خاصة من المعلوم من الدين بالضرورة، ولكن هناك تفاصيل فقهية. الجهل وعموم البلوى هذه من الأمور التي تدعو إلى التخفيف. في موضوع الربا تنفكر ذيك بعض الأمثلة، الأجناس الربوية يكشم ربا الفضل ربا النسيئة، في تفاصيل في عمليات بنكية معقدة ويلو تنغرر وتيسينا راه ما يعرفهاش. لو كتصغر من المعايير الشرعية، المعايير الشرعية خلاصة ما أنتجه العقل الإسلامي في مجال المعاملات، خاصة في المعاملات البنكية أو المعاملات اللي نسميوها العمليات الشرعية ثورسكي متبنات من قبل الكثير من البنوك الإسلامية بين قوسين أو الشبابيك أو النوافذ أو الوكالات، سواء في ماليزيا نغ في البحرين نغ في الكويت نغ في السعودية نغ في الجزائر مؤخرا بعد صدور نظام بنك الجزائر 2002 الذي نص في المادة الرابعة على العمليات البنكية وعددها 9 وأورد 9، ولكن هناك أخريات ينذكر 9 لان ثياب في هذه الاختي مسالكي كاملة مثلا. هل الإنسان يسنيثنت؟ ماشي كل الناس يسنيثنت، ما إلا يجهلها ثاقي مشقة تدعون إلى التخفيف عنه. ولا قرأت طفات كونداني لا روح كاس العقل، روح كاس العقل، خفف عليه. وفي قاعدة أخرى فرعية اسميس الضرورات تبيح المحظورات. ثاقت الشمداقية أنت سام قرانت تساقي دنيا ثم زواروث ثيري تسواس النطاس الضرورات تبيح المحظورات لا ثاقي تمشطوح في الشم ديال القاعدة ثم قرانت ثاقي السمتاك الضرورة تبيح المحظورات يوني لان ذي الضرورة يجوز باش يعني أين لان الحرام يخدم، ولكن أين لاقين كان
إذا قادس القاعدة النظام الضرورة تقدر بقدرها. وربي سبحانه ينادي في سورة النحل الآية 115 غير باغ ولا عاد. ينادي في سورة الأنعام الآية 145 غير باغ ولا عاد. ينادي في سورة البقرة الآية 173 غير باغ ولا عاد. ربي ديالنا صافي ما يولوا يسعى رخام يقيم يحصل يسعى المشاكل دخام يسعى اف 10 يتدارس نغذي الباطمة غادا تسعى وريه النار أكيني في غدا ويغ خامس بار سي لا بنك عن طريق البنك يجوز وراك رايح هذا يجوز المدة ما إلا يزمر ديال خمس ودريميس لا يجوز. ما يزمر يرضل القرض الحسن لا يجوز. مثل الصيرفة الإسلامية يعني لا يجوز يروح البنك كيف غادي غا خاطر لا ما يوفى يسعى غادري ما ديال خام سوى دريميس وريد تروح على البنكة يخدم لي زانتيري إما يوفى يونس ديال القرض الحسن وريد تروح على البنكة لي زانتيري إما إلا ثلاث الصيرفة الإسلامية نظام لو 2002 وريد تروح ويا راه البنكة هادي يرضل. إما إلا ولاش قبل 2020 يثمر الجزائر لا الغاشي نفثا ياسن أدغني خامن عادي وادخل من لونساج عادي من بعد لأنه أثان ذي الحاجة والضرورة. الله غالب أديني رد لكن ربي ديننا قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 173 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال في سورة المائدة الآية الثانية أو الثالثة حسب الترتيب بين ترتيب نتاع العد الكوفي والعد البصري ربي فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم والسلام عادي. ولكن تأتي القاعدة الضرورة تقدر بقدرها يعني كل حاجة الميزانيس. هذا ثلاثة القاعدة النظام الحاجة تنزل منزلة الضرورة. الحاجة كاين حواجة ولكن سمحوا لي لازم الفتوى تتغير بتغير المستفتي. أم الطبيب ما رد يخدم لوردونونس يوموضين لو باسيون أسيخدم لوردونونس ولا ما فهمت لي سيمبتوم يعني الأعراض كيف نكوني توالي كيف ولكن الطبيب لا شيني ياك وقاس يخدم لوردونونس وقاس يخدم لوردونونس تجيب قال الفتوى يعني تختلف باختلاف المستفتي. تغير الفتوى بتغير المستفتي يعني سكا باركا. قاعدة اليقين لا يزول بالشك أشرنا إليها فيما سبق. أي القصد غاسة قديوا القواعد الخمسة باش أنت تسيسنت في قداقي بارنو حكي غرزت أدن سؤال كشغل ريفيرونس راجع. اليقين لا يزول بالشك لأن الإمام الونشاريسي جزأ القواعد ديو إزمال ديوي أكثر من 15 قاعدة في هذه النقطة. فبالتالي أفضل منهجيا أدنو القواعد الكبرى نتنسين من بعد يسهل الحال أدن سؤال الوسط قاعدة وهي قاعدة فقهية كلية اليقين لا يزول بالشك أي لا يرتفع اليقين الشيء المتيقن إلا بيقين مثله فلا يمكن للشك أن يرفع اليقين. والأدلة كثيرة منها ما ورد في سورة النجم الآية 28 ربنا يقول إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي خرجه الإمامان البخاري ومسلم ماذا قال ذلك الرجل سأله تعرفوا قصة الوضوء الناس لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يغض الوضوء يسعى اليقين داين ماشي مي ديوس الشك يروح يتوضا سيغال الوسواس هذا يغال هذا الهلاك. في كذلك بعض الأدلة وقد أشرنا إليها وإلى أخريات في لقاءاتنا السابقة. ثورة أدنغال بعض القواعد التي تندرج تحتها مثلا قاعدة بقاء ما كان على ما كان. قاعدة بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي الدليل الذي يثبت خلافه.
يا أخي شفان ميدن كان بقاء مكان على مكان، قصة المفقود ولكن يروحان من بعد وشوف انا لاثريس شحال العوامي قعدان، من بعد يموت فافاس كنت سمكتير، من بعد وسند ذورثان ننادي لقات حسبن باللي يتسيدير وسقانا راه يموت. سي فري اوكان سيني دو في ميمي يروح افيك سا في افيك يتسيدير صار متفكان يثينا يتسيدير يبقى مكان على مكان يتسيدير حتى يأتي الدليل الذي يخالفه يثبت خلاف ذلك. ما راد يوض الخبار بلي يموت مي مادام يبي ضار الخبار يموت انه كنا نحسب يتسيدير ثمطوثيس اتحسب يتسيدير معناها ثمطوثيس عادي، ثمطوثيس تجري عليه كل احكام، ما يموت تورث ما تموت يلحقد تيورث عادي. ولكن ارجو في التفاصيل ننادى شحال نرجو عطا نرجو 90 سنه نغ 99 نغا المقلثي زيوينيس يا خاكا من ولا في زيوينيس موثا اسنين صاف ولاد نسا يموت. لابد من تدخل المشرع بلغه القانون الى قد يشمل. لذلك في الشارع يقول لك رأي الحاكم يرفع الخلاف أو رأي القاضي يرفع الخلاف. القاضي عنده جملة من الأحكام وبعدين يقول لك حكمت المحكمة ذي كيعجب راس رصد الشرع ولكن حكمت المحكمة ورأي الحاكم يرفع الخلاف. لذلك هذا سنة التشريعات تلاقي بارمي لي زارغيمون أدلة التقنين لابد في زمن الدولة الحديثة. الدولة الحديثة معناه ماناش في زمن القاضي شريح فلاس يعفو ربي القضاة مزورة شريح القاضي عبد الوهاب البغدادي القاضي وقاذني هذه القضاء اللي يقيم داخل الجامعة نقيم بمكان أتاس الغاشي غرس في كوال ذكيون واسس دس انت شحال تلوفا ثقيد البنال ثقيد التجارة ثقيد الطلاق ثقيد النفقة ثقيد التركة ثقيد الشفعة ثقيد. أولا العدد قليل، ثانيا القضايا سهلة فهم باش معنات الخير في كل مقارغة شو ساعة تلوفا القاضي الشريح يسقارغا مرزقي يساعدك راه تسند قضايا والله غير بعضها يعني فلس يعفو ربي تعلمنا منهم هذا لا ينقص من أقدارهم، نتعلم منهم المناهج نتعلم منهم القواعد تطبيق القواعد نتعلم منهم ولا ننسى فضلهم. كيف بنا وقد قال ربنا ولا تنسوا الفضل بينكم. وين جاية هذه الآية؟ وين جاية هذه الآية؟ سورة البقرة الآية 237. إذا مش تسويرة صافي مسائل بسيطة مشطاح ثورة لا ثورة لا من حيث العدد ولا من حيث التعقيد، لا من حيث العدد ولا من حيث التعقيد كومبليكينت مليح معقدة جدا لأنه هذه هي الأمور. أكيد زيك الفلاني بويد الزيت يزنزاس تسمرس الزيت يا خاك هذا المقايضة تسمرس الزيت تسمرس الزيت. أكيد مخلف نمسفها ما يدفك كذا كيلو يسنقص كيلو الغرضل ذايا يثورة. أكيد يس موضوع نتاع الشركات ونتاع الاستثمارات يا حسرة. إذن قاعدة الأصل براءة الذمة هذه قاعدة أيضا مهمة ثقي قاعدة فرعية. الأصل براءة الذمة يقول لك والذمة بريئة من الديون والتهم. هذا مكان وزمال يولا ديال ساكيني أرض الغاس 25 مليون حبس أسنيني. الأصل براءة الذمة، الذمة بريئة من كل دين ولاش طلبها سيو ما تمض الكاغض هذا وض الكاغض اللي هو ريكونيسونس دو ديت نغ اعتراف نغ إقرار نغ شهود دايرين مدينا الحال تلا قاعدة النظام البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ولكن كل قاعدة
اتفورتيفي ثايض شغل الحيض ما تخدم الرمل السيمان والزال امان يا اخي خلطني ياك ذاين مي يفد ذا ذاك نستخدم ثورة ذي الفقه الا وند نستخدم الرمل الا وند نستخدم الزال ذا الزال مخلف والزال رقاق والزال 8 12 قال كيما غلط صالح بصح كان داكي وقال لك يسير لا ليا 8 اكو 12 اكو 14 16 الحبس هذاك قال كيما غلط صافي مفهوم الى في كذاكي انظر ماذا نستخدم ما هي القاعده المناسبه كيما الطبيب ما يستخدم الدواء المناسب للحاله يا اخي لا فارماسي تشور تصن دواوي اي غادي يختار واقي ماشي دواكي ذنتك زران اي غادي يختار واقي ماشي دواكي اذا قاعده وكذلك التهم ايضا لا يجوز ان نتهم شخصا الا بدليل والقاعده كل متهم بريء حتى تثبت ادانته لازم نعامل المتهم معامله البريء ماشي معامله الكوبابل معامله المدان كوبابل معنى مدان تعرف فرانا ناتي الى قاعده لا ضرر ولا ضرار اصل هذه القاعده حديث نبوي شريف خرجه الامام مالك في موطئه رقم الحديث في الباب رقم 31 وقد أشرنا إلى هذا فيما سبق اتفقنا صافي سميس لا ضرر ولا ضرار مادام نسى الحديث مشطوح مزي ذغا رنت العلماء طبقا تنسيد القاعدة الفقهية رنت قاعدة فقهية والسلام ولد أحاديث كثيرة اعتبروها قواعد فقهية ولكن في أصلها هي أحاديث نبوية والحديث هو حديث مرسل ولكن أوصله العلماء حديث مرسل خرجه الإمام الحاكم الإمام الدارقطني الإمام النسائي والإمام ابن ماجه والإمام مالك هو حديث مرسل ولكن حديث مهم ولكن تم رفع صفة الإرسال بعدما بارز سنده وهذا الأمر يناقش في مجال مصطلح الحديث ثرى ما معنى لا ضرر ولا ضرر لا ضرر بمعنى على سبيل المبادئة وتضر يا روياض هذا ما كان القاعدة الفقهية الكلية الرابعة هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار أصل هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصل نظام الآية 231 من سورة البقرة قول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فقي بعض الأدلة يعني غادي القواعد كيكوس عند الأدلة في غنتارا كانك ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا سورة البقرة الآية 231 سورة دين المعنيس لا ضرر على سبيل المبادئة يعني وتضر يرى ويض ولا ضرار على سبيل المقابلة ماشي يضر يضر يني دول سنين 10 يخي قرنا ولا يني دول سنين 10 شو ولا قلنا كان ماشي الشرعة اسخر في بحيرث اسخر فغسات انت بحيرين يودي الحيض سود 3 لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار في حسيفين أتظيون جديس يظلم جديس ذا ذاكين ثورة دير تصار سيون كذاك ظلماك يظلم جديك جدي لا تستقيم حياة الناس ولا تستقر لا ضرر ولا ضرار ثورة نوح نهضر فين يعنان أنواع الضرر أنواع كثيرة من حيث طبيعته من حيث وقته أولا زايد النغا استقال وقيلا لو كان دينا منه حيث طبيعته أكيف السوس وقي خطأ شائع إلا وين إلا ذو الغلطة حسب نتمدن الصح معظم الناس كثير مساكين أكين من حيث طبيعته خطأ أدير من حيث طبيعته
الكلمة غرد ياسن بعد حيث إلى قاسيلي الضمة بالضمة. الشيخ سعيد الهجري الفلسي عفو ربي نثي جر ذا قبيلي وهضر غير فيه بالمعطي الزواوي وين يبان وين هذا للشيء المونديال العالمي ميدين التقيون استعرفت سيني مشاكل يعيوذ اسينا كي تغاري غاسين تغلظاظ خاطر ثيكوا الخطا يستنسخ اماكن كنت دينا باس سين السعير الشقه معناها ابارتمون سي فو الشقه ما تسرفت دين الشقه ثاقي ماشي الحنجره الحنجره شحال الاخطاء ولكن الحنت كان الحو خلاص ثيكوا المدينه الصح دينا كاين تغلظوظ خاطر قال لك الخطا اذا شاع اصبح مرجعا. هذه والله نسي لا ريفيرونس كاين صافا ديني من حيث طبيعته يعني لا ناتورينس الا ضرر مادي يول ما يرزا باربريز يوايض يول ما يخربس تبحيرثيس يول ما يكساس الزرفيس ضرر مادي الا ضرر معنوي سووال الجرح قاز يحلو يروال يتغيزي يرنو في غادي الضرر المعنوي لا ضرر المادي بلا ما ناخذ الامثله زرمت ياكل الا ذا هو يقارن الضرر الحالي والضرر المآلي وجي من حيث وقته إلا الضرر ثريد يتفهم إلا ضرر ماشي ثورة وقاعد يتحزفنا راه ثواني أكين لو مال ماشي ثورة ديفان لي زانكونفينيون أدفان من بعد لي كونسيكونس ذاكي دايني مي إلى قادرين النظر في المآلات كما قال العز بن عبد السلام سلطان العلماء وكذلك صاحب الموافقات الإمام الشاطبي أبو إسحاق تحت عنوان والنظر في مآلات الأفعال مقصود ومعتبر شرعا. المعني يسبد ما يحزب صافي لا نتكرى الأضرار ماشي ثورة تفانت بعد راه تفانت الشرع ديقار عاسماني ورخدم المضرة أرا ديفانا ثورة ولا فينا ديفانا كغرزدات وذاك شحال تطبيقات قلان في كثير من المسائل خاصة في مجال المعاملات. هذا هو المجال الخصب لهذا الموضوع خاطر الظليث ولاش العبادات اش الضرر هذه شويه ضرر صح يولد رمضان وسمكي قوزام ذي الزكاة لا ضرر ذي الزكاة لا ضرر خاطر الزكاة عبادة مالية اجتماعية صراجوني قليل صراجوني مغبان متى يظهر الضرر إما في الحال أو في المآل لذلك هذا نوع من أنواع من حيث وقته الضرر قد يكون في الحال وقد يكون في المآل. القواعد التي تندرج كثيرا منها قاعدة الضرر يزال قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان قاعدة يختار أهون الضررين وأخف الشرين قاعدة أخرى تقول يتحمل الضرر الخاص لتجنب الضرر العام يتحمل الضرر الأخف لتجنب الضرر الأكبر إلى آخره. أشياء قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح دول الوسط في المستقبل قاعدة مهمة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أدنغال أخيرا إلى القاعدة الخامسة في 5 وهي قاعدة فقهية كبيرة اسمها قاعدة العادة محكمة. هي الأصل العادة محكمة أدلتها كثيرة قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف سورة الأعراف الآية 199 لينفق ذو سعة من سعته سورة الطلاق الآية 7 كذلك ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن يكون في كذا الأدلة. إذن هذه القاعدة لها أدلة هذا قاعدة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يقول سورة البقرة الآية 233 ربي قال بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المعروف ما هو معروف والعرف هو ما استقامت عليه الناس
ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو عمل. بعد ذلك في القواعد نعطي مشطاح منها قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ذي العوايد الأعراف. قاعدة المعروف عرفا كالمشروع شرعا. قاعدة النظام التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. قاعدة النظام لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. يزمر يبدل الحكم سي الزمان روايض على حسب كي يبدل الزمان. وذي رحمة ربي وكذا غير زوارا المشايخ والعلماء العز بن عبد السلام الشاطبي ابن قيم الجوزية فلس يعفو يرحم صاحب الكتاب إعلام الموقعين يخدم فصل رائع جدا تحت عنوان باب فصل تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات. ومما قاله في مقدمة هذا الفصل هذا فصل عظيم نفعي جدا حصل ظلم كبير على الشريعة بسبب الجهل به. أدقار ثا شرعي تظلم ما إلا غير مذان مسفكين راه غزال الفصل غير المبحث ودنو غادي الخاتمة تعرفي ثنا ياك نكني أما ذي ثمنات النغ ذي الجزائر سمثا ساعة غزال ذم قران ذي نتساتي تسارقا ثم قران يقف كان فوذ ولا غير القانون وتصن تمثال ذي القانون ذي ثموث الجزائر أني سيدوسا الأحكام النين المواد الني وسان تدسي تعرفيث على مستوى العرف. العرف هو المصدر الثري الذي يغذي هذه القوانين بمختلف أنواعها. ثريا ثلاث ذي ثيرة تجد الحلقات ثانجارو في المجلس أنجارو ذي الموسمك إن شاء الله نستأنف أدنو غادر الدورسك إن شاء الله ما يحيى ربي سبحانه ذي الموسم جديد ما يفذو يعني سي سبتمبر كين غرزدات إن شاء الله أدنو غال أنمليل ما رضى ربي يثير كنا يبارك ربي وكن يفكر ربي السر ذي السر يرنو يون ثلاثة السر جيغاون ثلويث أرثم ليليث سلام ربي في اللاون.